الطبق ده ينفع معاكي جنب الفطار، جنب الغدا، يفتح النفس على الاكل. تعالي معايا نشوف عملنا الطبق الحرش ده ازاي. يلا بينا. عندك بتنجانية، عندك بطاطساية، عندك كمان قرنين فلفل. هو ده مكونات الطبق بتاعنا. اول حاجه نعمل ايه؟ نقشر البتنجانيه. عايزه تسيبها بقشرها سيبيها، انا ما بقشرهاش كلها، يعني بشيل شويه من القشر، تبقى ايه خطوط كده. قشرها كلها كده ونروح ايه مقطعينها. طبعا انا قشرت البطاطسايه جاهزه معايا. نقسم البتنجانيه بتاعتنا 2، وكل نص هروح قسمالي 2، يعني البتنجانيه هعملها على 4. وقطعي برضو التقطيعه اللي انت عايزاها. الطبق ده حلو جدا وسهل وبسيط خالص، وكل البيوت موجود فيها بتنجان وبطاطس وفلفل. قطعت البتنجانية، قطع برضو كمان البطاطساية، وهقسمها برضو على ايه؟ على 4. وقطعها كده ايه، ولا تبقى تخينة ولا تبقى رقيقة، عشان انا لسه هقليها عشان ما تبقاش نية معايا. قطع الكمية كلها، هي بطاطساية واحدة كفاية، عايزة تزودي زودي براحتك. انا عملت بطاطساية مع بتنجانية مع قرنين فلفل. وقطع الفلفل برضو حلقات كده. وخدت كمان جبت معاه كمان ايه قرنين شطة. هو الفلفل ده بارد، بس الشطة قلت ايه تديله طعم كمان كده ايه، يبقى طعمه حلو معاه. ونروح بقى نقلي البتنجان بتاعنا. حطيت طاسة على النار فيها شوية زيت، مش كتير عشان الزيت غالي، خفي ايدك شوية في الزيت. وهقلي البطاطس الاول. لعند البطاطس ما تتحمر معايا، واروح بقى ايه مطلعاها. وبعد كده نقلي ايه البتنجان. هناخد ايه بالدور كده، بطاطس الاول بعدين بتنجان بعدين نقلي الفلفل بتاعنا. والفلفل المقلي ده بيبقى ليه طعم تاني خالص، بيبقى طعمه جميل جدا. هنا هقلي البتنجان الاول قبل الفلفل، ويتحمر معايا اروح مطلعاه. واحط باقي البتنجان معايا وشويه الفلفل اللي كانوا ايه مقطعوه، ونقليهم كده ايه، ونعمل لهم خلطه حلوه قوي تطعم الطبق بتاعنا ده وتنقله في حته تانية. كده خلاص قليت البتنجان والبطاطس والفلفل بتاعي. نجيب الكبه بقى ايه، نحط فيها فلفل وشويه توم. حط فلفل حامي فلفل بارد زي ما بتحبي، وشويه توم معايا. واديهم التوابل بتاعتهم، شويه ملح مع شويه كمون مع شويه كزبره. وحط برضو التوابل اللي بتحبيها، شويه كزبره ناشفه كده عليهم. وهضرب كل الكلام الجميل ده ايه مع بعضيه في الكبه، او ممكن تدقهم في الهون الموجود عندك اشتغلي بيه. واروح بقى حاطه لهم شويه خل، واحط عليهم ايه عصره نص ليمونه بس، طبعا الملح مظبوط. واروح حاطه ايه الخلطه دي على الطبق بتاعنا الجميل. اقلب الخلطه الاول مع بعضيها عشان الخل والثوم اللي انا حطيتهم الاخر، واروح موزعاها على البتنجان والفلفل والبطاطس بتاعتي. طبق جميل جدا ويفتح النفس على الاكل، وشغال معاكي فطار غدا. تجيبي رغيف عيش كده وتقعدي تغمسي. جميل جدا وسهل وبسيط، حاجه حرشه كده وجميله. وده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم. بس ما تنسيش تحطي لايك، ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واترككم في رعاية الله.